صح ولا ايه يا استاذه ميار؟ يا ست انا مالي يا ست ما شيرين قمر اهي كمان. مش مرتبطه ولا مش مرتبطه؟ ملاحقين على العرسان الله يخليكي. قولي يا ميار، قولي الست اللي مش مرتبطه ما انت بتبقاش تسأليها. مهتمه بنفسها، صدقوني، لان وجود مين اللي لا، مش بيتكلم عارفة. ده؟ احنا مين اللي بنتكلم هي مش مرتبطه، هي مش لازم مرتبطة. تبقى عامله كل حاجه علشان تبقى يعني لوحه جميله تجذب العرسان. لا ثانيه واحده، ده وفي شيرين حاجة تانية. بتدخل قمر اصلا ومتوضبه، فين اللي مش مين قال متوضبه يا مش شيرين؟ مرتبطة؟ هقول لكم على سنجة عشرة يا والله جميلة يا حياتي انا بحبكم قوي. لا بس بجد لما مثلا ما بيبقاش في حياه الست او البنت، ما بيبقاش في راجل تلاقيها كده وهي نازله هلبس لمين، هحط ميك اب علشان مين، بتهيألي مين دي مدرسة. هيشوفني، مين لا، هيقعد مش صح. معايا. انت أنا شوفي مش معاها. نفسك، انت حبي نفسك. لا شيرين مش معاكي يا شيرين في دي، لا سوري. انا انزل حلوه، مكتئبه انزل حلوه، معيطه انزل حلوه، انا شخصيتي كده من صغري الصراحه. يعني احب ابقى دايما شكلي حلو ولا ايه يا ميار؟ يا جماعه مالكم ومالي، انا ماليش دعوه. انا انا يا جماعه اقول لكم بصراحه حاجه. قولي قولي. بحب، لا انا بحب ان انا انزل بدل انا مش مرتبطه، أيوة. مش مرتبطه، انزل براحتي بقى. يا سلام. ولا كلكم قعده البيت، الله لما الواحده تبقى مش مرتبطه، الميك اب ده ما المشط ده ما اعرفوش. طب ما هو ده اللي انا بتكلم ده فيه. جميل. انا كده احساس حلو جدا. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. اسالوا نجرب يا جماعه، الكلام ده قولنا غلط. يا لا نجرب. كلمه لنفسي، اصلا انا مش معاكم ابدا ان انا اجيب قلم روج ب 200 جنيه وماسكارا ب 500 600 جنيه واعمل لي لمين يا حبيبتي؟ لا انتوا عارفين انا اولى بالفلوس دي. لا 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 ثانيه واحده. سلامة ليه بقك لا زي ما بيقولوا. لا احنا ليه بنجيب الميك اب الغالي؟ عشان نحافظ على بشرتنا انها تبقى احلى لفتره اطول. هو على فكره الراجل اللي قاعد معاكي ده عارف ان الروج ده ب 50 ولا جنيه هيفرق ولا ب 1000 جنيه؟ بس عايزه اقول احنا حاجه، هنا عاملين كومبينه عليهم. بس عايزه اقول حاجه، في ميك اب غالي، بس برضو لو في مثلا ستات ما عندهاش المقدره دي بنجيب برضو ميك اب باقل التكاليف وبرضو بيبقى حلو. احنا بنرد على حته ليه غالي. في بقى حاجه تانية، معلش انا مش عاجبني بقى الكلام ده. ايه بقى؟ يا جماعه ده انا مامتي زمان قالت لي ايه، بصي نظام الست اللي تعمل شخصيه الصرصار وهي متضايقه دي انا ما بحبهاش. اللي هي ازاي شخصية الصرصار دي؟ هقول لكم بقى. انتوا القلم الكحل في ايديكم اليمين وازازه البارفان في ايدك الشمال، بتعيطي بتحطي كحل، متضايقه بترشي بارفان، في المطبخ مش عارفه بتعملي الرز، انما تبقى قاعده شبه اللي هو انا حلوه كده في كل اوقاتي. انا حلوه يا جماعه، متخانقه متضايقه زعلانه مبسوطه، لا يدخل عليا في اي وقت كده يلاقيني زي الفل. أنا حتى لو الحمد متخانق لله. معاكي يضطر يصالحك. انا بالظبط كده يا اللي هو ماما، عارفه انت انت الفوله. الحمد لله جوزي ما بيحبش حلوة الميك اب. انا حلوه وست الكل، انا قمره ومش عارفه قمر زي بتقول الفل. حاجه كده. ايوه طبعا. ده انا عايزه اقول لكم على حاجه منطق فظيع. مره شفت بوست على الفيسبوك، بما اني قاعده 24 ساعه على الفيسبوك، شفت مره واحده كانت المفروض ان هي وحبيبها بينفصلوا، فقالت له انا نفسي اعيط بس انت مستخسره فيك 1000 جنيه. فانا قلت 1000 جنيه ليه هي مستخسراها؟ يعني هتدفع ايه؟ قالت له دموع عينيا دي فيها ماسكارا بكذا، قلم كحل يا بكذا، سلام. فاونديشن بكذا، خساره فيك. لا مش قادره اعيط. بس ضحكت عارفين انا كمان العرايس بحس ان هم ساعات بيحولوهم، والصور قبل وبعد دي كان في واحد كاتب ايه يعني امسح مكياج صاحبتك هتلاقي فوزي ابن عمتك. فعلا لما بيشيلوا الميك اب بيغيروهم تماما. انا مش مع الميك اب الكتير، وخصوصا يوم فرحك انك تدخلي تبقي واحده تانية. ما حضرتك ما هي هتدخل تغسل وشها، فالراجل يا عيني هيتفاجئ برضه. ما تديله الشكل اللي هيفضل معاه على طول. يا بوسي لا يا جماعه، ده يوم العمر لازم العروسه تبقى شكلها مختلف. وهو دي ده العروسه فزع الصبح ايه يا يا بوسي؟ دينا. بالظبط يا ميرا، انا معاكي في الحته دي. ده داخل حياه جديده، لا لازم العروسه يبقى لازم تبقى مرتاح مختلفه ويتفاجئ الصبح عادي. لا يتفاجئ ما يتفاجئش. طب انا هقول لكم على حاجه، على قصه كده. مامه واحده صاحبتي باباها كان خاطب قبل كده، تمام. المهم ايه، كان خاطب واحده اموره جدا جدا، وكل ما بيشوفها كان بينبهر بجمالها، لحد ايه ما في مره مامته قالت له يا حبيبي انت يعني مصدق شكلها ده؟ دي والله كلها ابويا وما اعرفش ايه وكده، ويوم الصباحيه هتتفاجئ. المهم ايه، قبل الفرح بتاعهم ب3 ايام راح عامل لها مفاجاه ومخبط على باب بيتها، وفتحت فتحت مامتها وهي مش جاهزه. فالمهم مامتها راحت قالت له ايه ده، ازيك يا حبيبي، ايه اللي جابك؟ قال لها يا طنط انا لازم اشوف فلانه بنت حضرتك دي ضروري جدا لان هي تعبانه. قالت له لا دي زي الفل، هنبقى نكلمك بعدين. المهم قال لها لا انا مش همشي من هنا الا لما اقابلها. ذكي. المهم راح داخل البيت، لقى البنت قاعده، بص لقى ايه واحده تانية خالص. عفريته. لا حول. راح سايبها قبل الفرح ب3 ايام،
وطبعا لو قصة حاجه كده حقيقية. لمراته عشان ده بجد يحسسها ان هي زي حقيقية؟ القمر يعني. ده قصه حقيقيه، انا اللي مش عايزه هو- احلف بس والله العظيم قصه حقيقيه. انا اللي هو انا حلفت خلاص. والله العظيم مش عايزه احلف. لا المفروض كانت انا ردت. شفت قصه برضه، شفت قصه كده كانوا جايبين باين كان في مسلسل ولا ايه، اول ما خبط وهي فتحت له قال لها لو سمحتي اندهي لي مش عارفه مين، قالت له فسكت، قالت له طب ثانيه واحده هندهها لك، قال لها امال حضرتك مين؟ قالت له انا ابن خالتها. ممكن اقول لكم كانت حاجه يا تجري جماعه، عاملة. ممكن اقول لكم حاجه. احنا طبعا لازم نتكلم على الماركات وعلى الالوان، لان بصراحه انا شايفه ان الدنيا بقت اوبن جدا. غنية بس جداً. انا عايزه بقى اقول كلمه الله يخليكم، يعني حزه في جوا نفسيتي. حاسه إيه في بقى؟ نفسيتي قوي. ممكن الرجاله تحط ميك اب، مش لازم الميك اب يبقى روج وايلاينر. انت بتهزري؟ ممكن كده الرجاله تروح البيت تاخد شاور. ممكن الرجاله تبقى حاطه الجل اللي بتحطه في الشارع ده تحطه لستاتها، او يعني تبقى حاطاه مع اولادها. ممكن الرجاله كده تجيب تريننجز جديده او تجيب بيجامات جديده، بس شكلكم جميل كده وكيوت وتتعكسوا تقصدي كده. يهتموا بنفسهم يعني؟ ممكن يعني يا جماعه انا مش بتكلم الراجل يا جماعه ابو كرش مفيش مشكله، في ناس بكرش قمر. لا ما خلي احبش الكلام ده. لا لا، في الراجل رجاله اللي بكرش ما رجاله يسواش بكرش إيه يا قمر. قمر. اللي من الموضوع الكرش. علشان ما تفتكروش الكرش يا بنتي مش هو تقولي كده. عشان انتوا فاكرين ان احنا بنتكلم ان الراجل بكرش والست ببطن. لا انا بتكلم هندم قلت لك نفسك ست كده.